انا عايزك تشوف الفيديو ده وتصلي على النبي وتركز فيه عشان مهم وخطر. عشان كده المفروض ان احنا نعلم ولادنا، نعلمهم الصلاه ونعلمهم الصوم ونعلمهم كل حاجه حلوه وكويسه، ونعلمهم سيدنا النبي قال علموهم على 7 واضربوهم على 10 وفرقوا بينهم في المضاجع في الاسره. ما عنديش سرير تاني انيم الولد لروحه والبنت لوحدها، ممكن اعمل فاصل او اتصرف يعني هو كده يعني عشان ما يحصلش اي حاجه يعني. تمام. الطفل من عادته بيتعلم من الكبير وبيشرب منه كل حاجه. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، الواجب ان انت تعلم ابنك ده صح وده غلط، جسمك غالي عليكي، اوعي تعملي كده، اوعي تعمل كده. لازم الولد يبقى عارف قيمه المراه، لازم يشارك في المطبخ. ابني تعالى دخل الصحن ده، هات من المطبخ مش عارف ايه، روح ودي الاكل، مش سي السيد اعامله هو كسي السيد مثلا، او هو مدلل والبنت رايحه جايه، وما يتجوز واحده يظلمها. لازم نعلم ولادنا، مش ان انا اشتغل واجيب في فلوس، لا، لازم اعلم ولادي، والام لها دور تعلم ولادها. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، اوعى تترك ولادك عشان هتسأل عليهم، ودول امانه لازم نطلعهم عضو نافع في المجتمع ونطلعهم نافعين في المجتمع. صلي على النبي وشارك الفيديو لعل احد يسأل.